السلام عليكم الدراري، كتعاودوا بخير. شوف، غادي ندخلوا نيشان في الموضوع. التحكيم دائما، التحكيم الافريقي كان واحد النقطة كحلة في التاريخ وفي المشوار ديال الكرة الوطنية. لا المنتخبات ولا الفرق الوطنية كاملة في جميع المسابقات الافريقية، الكرة المغربية كتعاني من التحكيم. دائما العنصريه ضد المنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء راه شفناه. راه ماشي غير في التحكيم الافريقي. من المنتخب الوطني المغربي ولا الفرق كيكونوا لاعبين مع شي فرقه، لا افريقيا ولا عربيا ولا حتى دوليا. شفنا كيفاش ظلم المنتخب الوطني المغربي في روسيا، شفنا كيفاش ظلم في قطر. الفرق الوطنيه كيفاش ظلمات ضد الزمالك، كيفاش ظلمات ضد الاهلي، كيفاش ظلمات ملي كتكون لاعبه شي فرق شي مع الفرق الجزائريه. كيفاش الكاف ما كتعاقبش الفرق الجزائريه اللي تعدات على بركان ما مره ما جوج، كيفاش تعدات على النشيد الوطني، كيفاش تعدات على الرايه ما هزتهاش في محافل افريقيه كبيره ما هزتهاش، كيفاش الفرق الوطنيه كانت كتعاني مع اي حاجه جزائريه، وكيفاش الكاف كانت كتغاضى على هاد الشيء هذا ديال على الفروق. والتحكيم في المقابلات، في جميع المقابلات اللي كانوا كيلعبوا، الاغلبيه ديال المقابلات اللي كانوا كيلعبوا الفرق الوطنيه ولا حتى المنتخبات الوطنيه كانت كتعاني. ولكن سمحوا لي، راه هاد الشيء راه ما مسموحش انه يوقع لنا في بلادنا، وفي الرباط، في التيران الجديد والمنتخب الوطني المغربي. وكنهضر على كاس افريقيا اللي غيكون في بلادنا. راه الكاف ما فيهاش الثقه، ما خاص المسؤولين وما خاص المسؤولين على الكرات الوطنيه يخلوا ان الكاف تلاعب بالتحكيم وتخلي ويجي يدوا لنا شي كاس ولا يظلمونا تحكيميا في بلادنا، ويعطوا ويديروا لنا شي مقابلات ولا يجيبوا لنا شي حكام ولا يعينوا لنا شي حكام اللي غادي يخرجوا لنا على هاد الكاس هادي، وغادي يديروا المستحيل باش المغرب ما يديش هاد الكاس وما يتوجش بها. خاص تكون الحيطه والحذر. راه ما بغيناش تعاود نفس السيناريو ديال 2004، وما بغيناش يتعاود نفس السيناريو في قطر ضد فرنسا، وما بغيناش يتعاود السيناريو ديال بركان، وما بغيناش يتعاود السيناريو ديال الوداد ديك النهار، وما بغيناش يتعاود السيناريو ديال من يلعب المنتخب مع البرتغال ومع السباليون في روسيا. راه خاصنا نردوا البال. راه التحكيم الافريقي نقطه سوداء في الكاف في افريقيا. الجامعه الوطنيه المغربيه قالت انها خاصنا في كاس افريقيا نعودوا نجيبوا بحكام اوروبيين اللي ما كينتميوش للقاره الافريقيه وغادي يحكموا بالعدل. وبغيناها تطبق هذه القضيه هذه في كاس افريقيا هذه اللي كاين في بلادنا. ولكن راه الافارقه راه ما بغاوش. ولكن راه موتسيبي ما بغاش ان هذه القضيه هذه دار. وإلا دارت هذه القضيه هذه راه غتكون احسن حاجه دارت، ان الاوروبيين يجي يحكموا لنا كاس افريقيا اللي غتكون في المغرب. غتكون مباريات واعره، الجو واعر، الملاعب واعره، الارضيات واعره، وغيكون تغطيه اعلاميه كبيره. بغينا اللي غادي النقطه السوداء اللي ما غتقلبش لنا الماتشات وغترول لنا ريوسنا هو التحكيم. كنتمناو ان القجع والمسؤولين يورقوا على الكاف باش يجيبوا لنا حكام اجانب يجوا يحكموا لنا الكاف، ونمشيو لمر الامان وكل فرقه تاخذ الحق ديالها. راه ما بغيناش حقنا يضيع في الكاف، ما بغيناش حقنا يضيع في كاس افريقيا هذا اللي غيكون في المغرب. راه ما بغيناش حقنا يضيع. راه موتسيبي قال لهم هذه القضيه وهذه القضيه اللي دار البادره اللي بغيتو ديروها غنجربوها، ولكن ماشي في هذا كاس افريقيا اللي غيكون في المغرب، في كؤوس اخرى ان شاء الله غنستعنوا باوروبيين يجيو يحكموا لنا في افريقيا. الا ما بغيناش، حنا بغينا الحكام الاوروبيين يجي يحكموا لينا في
في يحكموا لينا في كاس افريقيا هنايا، باش تكون اقل اخطاء، ناس متمكنين، ناس ما كينتميوش للقاره الافريقيه، العاطفه لشي فرقه، وغادي يحكموا بالعدل. راه المنتخب الوطني المغربي راه غادي يخرج عليه التحكيم في هذه الكاس الافريقيه ان شاء الله اللي غتكون في المغرب. راه مصيبه كحله، راه مع هاد الافارقه راه مصيبه كحله. راه حكم المنتخب الوطني المغربي النسوي وحيد لهم التتويج باللقب الافريقي، راه حيدوا لهم هذاك الحكم، وجا موتسيبي قال لهم راه ماشي هذا الحكم هذا هو اللي حيد لكم الخطا، راه ماشي منه، راه من السيد اللي عينوا لكم نتومايا، وحيدوا داك الافواري. وحنا الافواريين راه ما عندنا معاهم حتى شي مشكل، الافواريين ما عندنا معاهم حتى شي مشكل، غير ما لقاو ما يديروا راه حيدوا هذاك السيد وعوضوا، بغاو يعوضوه بالجنوب الافريقي والمواطن ديال موتسيبي باش يجي يحكم لينا. وراه اللجنه راه ما وافقاتش، راهم دابا بغاو يمشيو يجيبوا شي واحد من موزمبيق ولا زامبيا ولا ما عرفت من جا اللي كيعادي الوحده الترابيه، وحنا عارفين الخبر في راسكم شنو واقع. اذا موتسيبي كيدور 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 وغيجيب لنا شي حكام اللي غيخرجوا على المنتخب الوطني المغربي وما غيعطوش البيلانتيات وما غيعطوش الحق ديالو، غيحيدوا ليه الاهداف وغيديروا ليه جميع العراقيل باش المنتخب الوطني ما يتوجش بهذه الكاس هذه. وحنا هذا الكاس راه لا غنى عن هذه الكاس هذه، راه خاصها تبقى في المغرب. اذا هذه رساله لجميع المسؤولين، جميع الاعضاء، جميع الناس الصحفيين، يكون عندهم واحد الضغط على يكون عندهم واحد الضغط على هاد وسائل الاعلام المغربيه وخصوصا المغربيه، يكون عندهم واحد وسيله ضغط باش تضغط على المسؤولين ديال الكاف باش يتحيد باش التحكيم يجيبوا لنا اوروبيين اللي يحكموا لنا، ولا ما نتعرضوش للظلم التحكيمي اللي غادي يخلينا اننا نخسروا هذا الكاس بلادنا. والمنتخب الوطني المغربي والجمهور الوطني المغربي والصحافه وكلنا كنراهنوا على هذا الكاس هذه باش ما تخرجش من المغرب. هذه رساله الناس كلنا، اي واحد كيدير شي فيديوهات، اي واحد مؤثرين، هاد الصحفيين، هاد الاعلام المكتوب المرئي المسموع، كلنا بغينا نردوا البال من التحكيم. راه غادي يديروا لنا شي فضيحه في التحكيم وغيدوا لنا الكاس، وهذا الكاس هذا راه خصو يبقى في المغرب، راه باي طريقه خصو يبقى في المغرب. يخلونا مضاربين حنا مع وليد الركراكي ومع هاد الاختيارات ديالو، ما يبقى يمرضونا ثاني بالتحكيم. راه التحكيم راه نقطه سوداء، هاد التحكيم هذا كيجيني انا بحال شي لغم. والا كنتي باقي ما اشتركتش في القناه كندعوك انك تشترك معنا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.